السلام عليكم يا حبايبي. انا اماني محمد. تعالى اقولك ازاي تعملي كرتونة من الصابون الصلب اللي انت شايفاه معايا ده، وكمان الكرتونة حجمها كبير. هنعمل كرتونة مليانة من الصابون الصلب، هنعمله بالزيت المستعمل وكمان بقشور البرتقان علشان يكون ناعم جدا على ايديكي، ده غير ريحته الممتازة. وزي ما احنا متعودين دايما، تعالوا نشوف رغوة الصابون مع بعض. بس في البداية اذكروا الله وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. ويا ريت يا ريت تدعوا لوالدتي بالرحمة والمغفرة. والدتي توفت في آخر يوم في شهر شعبان، أول ليلة لشهر رمضان. اللهم ارحمها هي وأبي وأخي وموتى المسلمين أجمعين، اللهم أمين يا رب العالمين. وتعالوا نشوف الطريقة بالتفصيل. معايا شوية من قشور البرتقان وبقطعهم بالسكينة بالشكل ده علشان الخلاط بتاعي ضعيف شوية. ومعايا كمان ليمونة كاملة وقشر ليمونة تانية. هحط عليهم شوية مية وهشغل عليهم الخلاط واضربهم كويس جدا. زي ما انت شايفة كده، انا عايزة القشور تبقى عاملة زي المعجون. طيب يا اماني، ما عنديش اي قشور استعملها؟ مفيش اي مشكلة، ممكن نستعمل مية عادية من الحنفية. القشور لو متاحة بحاول استغلها لانها بتديني صابون قوي جدا وناعم على الايد كمان. انا كنت وعدتكم لما اجي اعمل جردل الزيت صابون هصور لكم الطريقة. وفي الدور ده انا هوزن كيلو من الزيت علشان اعاير بيه باقي كمية الزيت الموجودة في الجردل. وعايزة اقولك ان لتر الزيت بيكون اقل من كيلو زيت، لاني سألت في فيديوهات سابقة هل لتر الزيت هو كيلو الزيت. لا طبعا، لتر الزيت اقل من الكيلو زيت. خلاص كده انا عايرت كمية الزيت اللي انا هستعملها النهاردة. وهنا بوريلكم الرواسب اللي مترسبة في الجردل من تحت، طبعا كمية كبيرة لان طبعا الفترة كانت طويلة. الزيت مركون بقاله فترة طويلة، شهور يعني. الكمية دي 10 كيلو من الزيت المستعمل. طبعا هنزل بيهم في طبق كبير علشان اعرف اشتغل. هنعاير بعد كده عصير قشور البرتقان اللي ضربناها في الخلاط، طلعت معايا 3 كوبايات ونص. تمام. فهكمل بقى مية عادية من الحنفية، كملت لحد 8 كوبايات. يعني انا كده اخدت 8 كوبايات، يبقى الكمية اللي معايا في الحلة دي 8 كوبايات. اوعي بقى واحدة تقولي اعمل التمن كوبايات عصير قشور البرتقان علشان ازود من قوة الصابون. اوعي، لان الشيء اللي يزيد عن حده ينقلب ضده. الحموضة الزيادة تشيل رغوة الصابون تماما وتبوظ لك الدنيا كلها. الاضافة بقى اللي هضيفها بعد كده وهي 7 معالق كبار مليانين من السكر، والسكر بيعلي من رغوة الصابون. وهضيف كمان 3 معالق من ملح الطعام. ملح الطعام بيساعد على تصلب الصابون بسرعة. وكمان السكر والملح مادة حافظة حلوة قوي للصابون. هنقلب الكل مع بعضه بقى علشان السكر والملح يدوبوا تماما. وإضافة الملح والسكر بتكون قبل إضافة البوتاص أو الصودا الكاوية. ليه؟ لأني لو ضفت البوتاص للمية وبعدين ضفت الملح والسكر فهيتصلبوا معايا، هيتكتلوا مش هيدوبوا. وهنا انا كنت بوزن الصودا الكاوية قدامكم على الميزان، لكن للأسف الإضاءة مسلطة على الميزان فمش واضح قدامكم الرقم اللي طلع. دول 2 كيلو من البوتاص، 2 كيلو من الصودا الكاوية. تمام. هناخد الزيت بتاعنا بقى كده على جنب، وبعد كده بقى هنضيف الصودا الكاوية بتاعتنا او البوتاص او الديبوشار او حجر تسليك المجاري اعزكم الله، او القطرونة ايا كان اسمه بقى بتسموها عندكم ايه. ولازم ابعد الحلة دي كده لبعيد. تمام. علشان احط الصودا الكاوية بتاعتي. وبالله عليكم الخطوة دي محتاجة حرص شديد جدا. حافظي على نفسك. الصودا الكاوية دي مادة كاوية عاملة زي مية النار، بتاكل الجلد، ربنا يعافينا كلنا يا رب. البسي كمامة واشتغلي في مكان جيد التهوية، وابعدي عن الصودا الكاوية كده وانتي بتقلبي، ابعدي عنها على قد ما تقدري. وممنوع ممنوع يكون جنبك اي اطفال ارجوكي. وكمان تحذير للناس اللي صدرها تعبان، ممنوع تعملوا الكلام ده اصلا. ربنا يحفظنا جميعا. هنقلب الصودا بتاعتنا لحد ما تدوب تماما تماما. وملحوظة مهمة كمان، يعني شايفة بقى المواعين اللي هتستعمليها، اوعي تستعملي مثلا طبق بلاستيك رقيق او الخامة بتاعته رديئة، لان ممكن في مرحلة زي دي الصودا تاكل الوعاية اللي هتشتغلي فيها.
وتبوظ منك وتبوظ لك الدنيا وتبوظ لك كل حاجة. ولو تلاحظي انا هنا في المكان حاطة صينية سودا كمان بشتغل عليها علشان ما يتنطرش حواليا في المكان اي نقط من الصودا، وبتاكل الحاجة يا جماعة، بتبوظ الدنيا. بيبقى تأثيرها كده عامل زي ايه هقولك، عارفة لما تجيبي مثلا قطعة قماش وتحطي عليها كلور، شوفي بقى الكلور بيعمل فيها ايه، بيبوظ شكلها وبيبوظ الدنيا خالص. الصودا الناجحة اللي بتديكي نتيجة ناجحة في الصابون، لما بتيجي تقلبيها بتطلع أبخرة، وكمان لما بتيجي تحط ايدك على الحلة من بره بتلاقيها سخنة جدا. وزي ما انت شايفة انا بضيف خليط الصودا الكاوية شوية بشوية، لان خايفة برضو يعني بحط شوية وانا بعيد كده وبقلب شوية بشوية وبقلب لحد ما اضيف الكمية كلها. ده غير ان هي بتاكل الجلد، خلي بالك بتاكل الجلد وبتبهدل الدنيا، ربنا يعافينا، فلازم نشتغل بحرص. ويا ريت بقى تلبسي جوانتي. انا مش لابسه هنا جوانتي لان انا متعوده على الموضوع ده، عادي يعني بالنسبه لي من سنين وانا بشتغل الصابون يعني، فعلشان كده انا متعوده. فارجوكي خلي بالك على نفسك. وبعد كده بقى اهم شيء التقليب. التقليب ده هو اللي بيطلع معاكي صابون ناجح. التقليب هو اللي بيخلي الزيت ما يفصلش معاكي، ما يبقاش الصابون على وشه زيت. لازم تقلبي كويس جدا، المرحلة دي مهمة جدا، وبصراحة الكمية كبيرة ومحتاجة تقليب كويس جدا، وما كنتش قادرة صراحة، فعلشان كده جبت الهاند بلندر وقلبت بيه. شغلت الهاند بلندر علشان اخلط الزيت مع الصودا الكاوية كويس جدا، انا عايزاهم يختلطوا مع بعض كويس جدا. ولحد هنا احنا ممكن نكتفي بالاضافات اللي ضفناها تمام، وما نضيفش اي حاجة للصابون بتاعنا. ولكن انا بحب اضافة الصابون السائل. انا ضفت 5 كوبايات من الصابون السائل تمام، وضيفي اي نوع تحبيه، حتى النوع العادي اللي هو بيتباع فك. ممكن تضيفي كوباية واحدة، 2 3 4 5 زي ما انا ضفت اللي تحبيه، وممكن تستغني عنه نهائي. بس هو بيعزز الرغوة جدا، بيدي رغوة رهيبة مع الصابون، وكمان يعتبر مادة حافظة للصابون بتاعك. وميزة مهمة قوي كمان لإضافته، لاحظي معايا كده اللون، بيخلي اللون يفتح جدا، بيديلك صابون ناجح جدا. اللون بيبقى رائع، لون الصابون بيبقى فاتح وريحته حلوة جدا، كمان بيدي ريحة حلوة قوي للصابون، حتى لو كان فيه زيت مستعمل من قلي السمك بيخلي ريحة الصابون معانا حلوة قوي. عايزة اقولك المدة اللي انا شغلت فيها الهاند بلندر يعني ممكن ما تكونش كملت 10 دقايق، على طول على طول ما شاء الله خلى القوام يتقل معايا بالشكل ده، يعني بقى عامل زي المهلبية التقيلة. انا كان المفروض ان اوقفه كمان قبل كده بدقيقتين، يعني المفروض اني ما كنتش اوصل للقوام التقيل قوي ده علشان ما يغلبنيش بعد كده في الفرد. ده غير ما شاء الله ان الصودا ناجحة جدا. هنصب الصابون بتاعنا في اي قوالب بشرط نكون مغلفينها باكياس من البلاستيك علشان ما تتأكلش وتبوظ. وبعد ما افرد الصابون لازم اديلها خبطتين محترمين كده زي ما بتخبطي صينية الكيك. فردت الصابون بتاعي، وعلشان كان بدأ خلاص يدخل في مرحلة التصلب فلازم اساوي الوش بالشكل ده. جبت السكرابر وطبق فيه مية وكنت ببل السكرابر واساوي الوش. والغلطة اللي وقعت فيها هنا اني عملت الصابون وما تابعتوش وخرجت بره البيت لكام ساعة، ولما رجعت لقيت الصابون طبعا تصلب جدا، والحقيقة قطعته بصعوبة جدا، وده خلى كمان بعد صابونة اتكسرت وانا بقطع الصابون، لان الصابون كان جمد خلاص تماما، جمد تماما. علشان كده لما نصب الصابون لازم نتابع، بمجرد ما يمسك او يتصلب شوية نقطعه وهو طري شوية علشان الصابونة تكون سايحة من الجوانب ويكون شكلها منظم، وخصوصا لو انتي عاملاه مشروع من البيت. انا عملت 75 صابونة، 75 قطعة من الصابون، وما شاء الله الاحجام بتاعتهم رهيبة. انا بحب الاحجام الكبيرة. انا هنا بقولك انا عاملة كرتونة صابون كبيرة. الصابون لا يستعمل الا بعد مرور 40 يوم، يعني ممنوع استخدامه قبل مرور 40 يوم علشان يكون اتخلص تماما من الصودا الكاوية الموجودة فيه. تعالي معايا شوفي رغوة الصابون. انا هنا هختبر الصابون بعد مرور يومين. انا خلاص بقى مش هتكلم عن الرغوة وجمالها، شوفي بنفسك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وبالله عليكم ما تنسوش ادعوا لوالدتي وابي واخي بالرحمة والمغفرة، ربنا يجعل قبرهم روضة من رياض الجنة يا رب، وارحم موتانا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.